العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة. أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. سيمينار تنويري عن السماد السائل في ابن حيل. حصاد مزارع المحتاجين في الإقليم الأوسط. إشادة بخدمات العلاج الطبيعي في عصب. الوكالة الدولية للطاقة بحاجة لإعادة العلاقات مع إيران إلى مسارها الصحيح. الائتلاف الحاكم في اليابان يدعو لامتلاك قدرة شن هجوم مضاد. الاتحاد الأوروبي يحدد سقفا لسعر البرميل الواحد من النفط الروسي وموسكو ترفض. إلى التفاصيل. عقد مكتب الزراعة في مديرية ابن حيل سيمينارا تنويريا للمزارعين حول فوائد السماد السائل المستخرج من الأعشاب البحرية والأسماك. وأوضح خبير وقاية النباتات في المديرية السيد بنيام عند برهان أن السماد السائل المعد من الأعشاب البحرية وبواقي الأسماك له معادن متوازنة وفوائد كبيرة للبساتين والنباتات. وأوضح أن سماد الأعشاب البحري له طبيعة مكافحة الآفات النباتية وغير ضار للصحة لعدم وجود المواد الكيميائية فيه. وذكر بأن 400 لتر من السماد السائل وبذور الذرة الشامية المحسنة ستقدم قريبا لأصحاب البساتين المنضويين في الجمعية. من جانبه أوضح رئيس جمعية منتجي الخضر والفاكهة في ابن حيل السيد هبتقر ماي تجربة السماد السائل المعد من الأعشاب البحرية والأسماك في المديرية بقلة من المزارعين وحقق نتائج مرضية. وأكد المزارعون أن التنوير المقدم هام جدا لحل النقص في السماد والمبيدات الحشرية، مناشدين وزارة الزراعة بتجهيزه بالشكل الكافي. قام أعضاء وزارة المالية والتنمية الوطنية بحصاد مزارع 283 أسرة محتاجة في ضاحية عدقنبول في مديرية قال نفحي وضاحية مادورخو في مديرية رجقة في الإقليم الأوسط في نفير النظمة يومي 26 و29 والثالث من ديسمبر. وأوضح المقدم إيوب نقاسي من المشرفين على النفير مشاركة أكثر من 1850 شخص في النفير الذي جاء لمساعدة أسر الشهداء والمرابطين للدفاع عن الوطن والمحتاجين. وذكر المشاركون في النفير أن مساعدة أسر الشهداء والمرابطين مسؤولية جميع المواطنين، مؤكدين الاستعداد لمواصلة النفير حتى جمع المحصول. وأشادت الأسر التي تم حصاد مزارعها بالعون المقدم الذي يعكس قيم التعاون والتعاضد. أفاد مسؤول الخدمات الصحية في مديرية قندع الممرض مكونن قبر مدهن أن تغطية تطعيم الأطفال تحت عمر السنة بلغ 97% في المديرية. وأشار إلى العمل الجاري لرفع نسبة الولادة في المؤسسات الصحية لأكثر من 60%. وذكر بأن أنشطة نظافة البيئة المجتمعية الجارية تسهم في إحداث تغيير في العادات ومكافحة الأمراض المعدية. توجد في مديرية قندع 8 عيادات ومركز صحي واحد. أعرب المستخدمون عن الارتياح لخدمات العلاج الطبيعي المقدمة في مستشفى عصب، وأشار إلى معاناتهم السابقة للتوجه إلى الأقاليم الأخرى لتلقي العلاج الطبيعي لعدم توفر المعدات اللازمة، معربين عن الارتياح لتجهيز مركز العلاج الطبيعي بالمعدات الحديثة والتي زالت استخدام الأدوية الشعبية. وقال خبير العلاج الطبيعي قسانة سقاي أن المركز كان يمتلك سابقا معدات الحركة فقط، وأدخلت حاليا مختلف المعدات الحديثة لتقديم خدمات مصاعب العضلات والأعصاب والعظام والمفاصل للأطفال والكبار. وذكرت أن نتائج العلاج الطبيعي ليست آنية بل تأتي مع الوقت، ويجب على المرضى استخدامه باستمرار، داعية أولياء الأمور جلب أبنائهم ذوي المصاعب في الأطراف وغيرها لتلقي الخدمات.
نظم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية ل 45 امرأة منتخبة في إدارات الضواحي من جميع المديريات ومسؤولات الاتحاد في المديريات من 28 وحتى 30 من نوفمبر المنصرم. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة جمعة راكي أن التدريب الذي تضمن هيكل ومهام الاتحاد الوطني للمرأة وقضية المساواة الجنسية والتوثيق وحفظ السجلات والاستفادة من الوقت وغيرها يساعد المشاركات لتسيير جيد لأنشطتهن. من جانبها أوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة أن المرأة هي التي تتحمل أصعب المهام وإدارة المجتمع، لذلك لديها معرفة لا يستهان بها في الإدارة والقيادة، ويساعد تدعيم هذه المعرفة بالتدريب والتأهيل لتقديم خدمات أفضل. وأكدت المشاركات في التدريب على أهميته لتقديم خدمات جيدة. سيداتي سادتي إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة بحاجة إلى إعادة علاقاتها إلى مسارها الصحيح مع طهران، في حين ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل آخر تطورات مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. وذكر تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران وافقت على زيارة تقوم بها الوكالة في نوفمبر الماضي للبدء في تقديم إجابات طال انتظارها، لكن الاجتماع لم ينعقد حتى الآن. وتقول القوى الغربية أن قضية جزيئات اليورانيوم التي لم يعرف لها تفسير أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق وكالة الطاقة الذرية في إطار تلك المفاوضات. أعلن الائتلاف الحاكم في اليابان أنه ينبغي أن تكون البلاد قادرة على شن هجوم مضاد للدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح، وهذا يعد أحد أكبر التغييرات التي تشهدها السياسة الأمنية لهذا البلد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الحزبين الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر حزب كومي اعتبرا أن النظام الأمني الحالي لليابان ليس جاهزا بالقدر الكافي للتعامل مع التهديدات المتنامية في المنطقة. واتفق المشرعون على الكيفية التي ستكون بها الهجمات المضادة اليابانية مقتصرة على الدفاع الذاتي ولا يمكن استخدامها على نحو استباقي، وسيتعين أن يكون قد تمت المبادرة بهجوم مسلح ضد اليابان أو حليفتها الولايات المتحدة. يشار إلى أن مسؤولين دفاعيين يابانيين كانوا قد أعلنوا الشهر الماضي أن النظام الدفاعي للبلاد غير كاف لمواجهة هجوم بصواريخ باليستية، ويأتي ذلك على ضوء التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية من خلال امتلاكها لهذا النوع من الصواريخ. أكدت روسيا أنها لن تقبل بتحديد سقف لسعر نفطها قضاة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا على آلية قد تحد من واردات موسكو. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين أنه لن يقبل هذا السقف، مؤكدا أن موسكو كانت قد استعدت لمثل هذه الأمور من دون أن يضيف أي تفاصيل. واتفقت الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع واستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند $60 للبرميل وفق ما جاء في بيان مشترك. وبولندا التي رفضت دعم خطة تحديد سقف للسعر باعتباره مرتفعا جدا عادت ووافقت على ذلك، كما أكد سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشتريين جدد بأسعار السوق. كشفت الولايات المتحدة قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديد
بي 21 رايدر التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية. وافتتح حفل الكشف عن الطائرة المصممة بدقة في منشأة بنورث روب جرومان المصنعة للبي 21 في مدينة بالميديل بولاية كاليفورنيا، بينما كانت قاذفات قديمة تحلق فوق حشد تضمن كبار المسؤولين الأمريكيين. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال الحفل أن بي 21 ريدر هي أولى قاذفة استراتيجية منذ أكثر من 3 عقود، وأبقى عدد كبير من صفات الطائرة طي الكتمان، لكن الطائرة تمثل تقدما كبيرا عن القاذفات الموجودة حاليا في الأسطول الأمريكي كما أوضح أوستن في كلمته. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. سيمينار تنويري عن السماد السائل في الناحية. حصاد مزارع المحتاجين في الإقليم الأوسط. إشادة بخدمات العلاج الطبيعي في أعصاب. وكالة الدولية للطاقة بحاجة لإعادة العلاقات مع إيران. الائتلاف الحاكم في اليابان يدعو لامتلاك قدرة شن هجوم مضاد. الاتحاد الأوروبي يحدد سقفا للشعب البرميل الواحد من النفط الروسي وموسكو ترفض. هكذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات وأطيب الظن.